القرآن العظيم كتاب هداية ونور وشفاء لما في الصدور، فمن كان مؤمنا فلا ينبغي أن يشك فيه ولا يتحرج في إبلاغه والإنذار به. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم-ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أبلغ موعظة وأوقعها في النفوس كلام الله العظيم. وقد أثر عن بعض السلف قوله: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع.